السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة التانية ليا، وأحب الحقيقة أبدأ معاكم بحكمة جميلة جدا وأنا مقتنع بيها. والحكمة ديت بتقول: أحسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. الحقيقة قبل ما أبدأ معاكم الحلقة، أحب أشكر أصدقائي اللي دخلوا دعموني في الفيديو وكتبوا كلام جميل جدا. أنا ما كنتش متخيل بأمانة إن الكلام الطيب هيفرق معايا أوي كده. بجد أنا باشكركم، واللي اتفاجئت منه أكتر إن لقيت في ناس عجبها المحتوى وبيدعموني لدرجة إن هم ينشروا لينك الصفحة. حقيقي أنا باشكرهم، وأتمنى من ربنا إن أكون عند حسن ظنكم، وإن أقدم دايما محتوى جميل وهادف. عايز أديكم ورد بس مفيش، خدوا قلب. الحقيقة كان في دعاء جميل جدا وله أثر طيب على الإسلام، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الدعاء دوت عبارة عن: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. وكان المقصود بيهم هنا هو سيدنا عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين، دخول سيدنا عمر بن الخطاب وخصوصا بعد ما تولى الخلافة بعد موت سيدنا أبو بكر، ازاي كان له فتوحات كتيرة حصلت في عصره، وازاي العدل انتشر على ايده. وساعتها الرسول لما دعا الدعوة ديت ما انتظرش ان حد يدخل منهم الاسلام فيكمل من بعدها في انتشار الدعوة، ولكن هو دعا الدعاء وظن خير في احد منهم، وكانت من نصيب سيدنا عمر بن الخطاب وكمل في انتشار الدعوة. فطبعا زي ما حكمتنا ما بتقول: أحسن الظن في الناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. فخلينا دايما متفقين إن كل إنسان في الدنيا له جانبين، جواه الخير وجواه الشر. فأنت بحسن ظنك للإنسان دوت دايما هتتعامل معاه على الجانب الخير، فبالتالي هتشوف كل جميل منه، وبالتالي هتلاقيه بيبادلك نفس الشعور. ولكن إذا أسأت الظن في الإنسان فالحقيقة هتتعامل معاه على إنه شخص عدو، فبالتالي مش هتلقى ترحاب منه ولا هو هيلقى ترحاب منك، وهينشأ العداوة بينكم. لكن في إحسان الظن بالإنسان هتتعامل معاه على كل ما هو جميل فيه، فبالتالي مش هيشوف فيك غير الجمال، غير الجمال. والحقيقة هنا نحب نفرق ما بين حاجتين: الاعتماد على النفس والاتكال على الله. فطبعا أفضل مثال نضربه في الجزئية ديت وهي التفرقة ما بين الاعتماد على النفس والاتكال على الله هو الحدث اللي حصل لسيدة مريم العذراء لما ربنا عز وجل قال في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم. والحقيقة أن ربنا قادر على أنه يرزق السيدة مريم العذراء بالأكل والشرب دون الحاجة لهز النخلة، ولكن في الصورة هنا يتضح لينا الاعتماد على النفس والاتكال على الله والفرق ما بينهم. فهنا الحقيقة نحب ننتقل للنقطة الأخيرة وهي الاعتماد على النفس. فأنت دايما لما تيجي تعتمد على نفسك ما تنتظرش أبدا إنك تستنى من اللي أنت عملت معاه الجميل إن هو يردهولك، ودايما ترسم لنفسك السيناريو اللي هو مفيش حد غيرك هيقوم بالمهمة ديت ولا حد هيساعدك إلا أنت، وإنك لازم تعتمد على نفسك. ومع الاعتماد على النفس لازم يوازيه الاتكال على الله. ولما تجمع ما بين النقطتين دول، الاتكال على الله والاعتماد على النفس، مش بالضرورة جدا انك تنجح في الشيء دوت. فاذا ما نجحتش فيه فتيقن ان ربنا مش كاتب لك الخير فيه وما تحزنش. وعشان تقدر تحقق الهدف بتاعك دايما وتوصل له لازم يتوفر الثلاث نقاط او الثلاث شروط ديت، واولهم هي الاعتماد على النفس، انك تعتمد على نفسك وتبدأ تسعى بالفعل. تاني شيء التوكل على الله، يبقى اعتمادك على نفسك والتوكل على الله. تالت شيء وهو التوفيق من ربنا،
لو ربنا موفقك في الشيء دوت فبالتالي إن شاء الله هيتحقق هدفك. وفي آخر الحلقة دايما حطوا الحكمة الجميلة ديت قاعدة قدام عينيكم: أحسن الظن في الناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس.